أهلا وسهلا فيكم في فقرة عرب هوليوود، واللي راح أقدم من خلالها أبرز الشخصيات العربية اللي اشتهرت في مدينة الإنتاج الإعلامي هوليوود. صديق الفاضل عبد الرحمن محمد المهدي ولد في نوفمبر 1965، سوداني الأصل من مواليد مدينة ود مدني. عاش في السودان قرابة ال5 سنوات، وانتقل للعيش مع والدته غلوريا بيركت، لبنانية الأصل إنجليزية الجنسية في المملكة المتحدة، وحصل على الجنسية البريطانية هناك. صديق الطاهر الفاضل عبد الرحمن ومحمد أحمد عبد الكريم المهدي. That's the first few. الكل كان يعرفه باسم صديق الفاضل. درس التمثيل في معهد لندن للموسيقى والدراما، وعمل لفترة في مسرح مانشستر، ومخرج في أحد مسارح لندن. It is only dangerous if you move. You try. الظهور الأول لصديق في عمر 24 سنة من خلال فيلم لورنس العرب، واللي يعتبر من أشهر الأفلام السينمائية اللي أنتجت في ذيك الفترة، واللي حاز على 4 جوائز أوسكار. الظهور الثاني البارز كان من خلال مشاركته في الجزء الثالث لفيلم ستار تريك، واللي صدر عام 1995، واللي شارك فيه ملك الأردن الحالي الملك عبد الله الثاني كضيف شرف. ومن هنا قرر صديق تغيير اسمه الفني من صديق الفاضل إلى ألكسندر صديق. أحداث 11 من سبتمبر كانت نقطة تحول في حياة ألكسندر. ملامحه العربية ساهمت بشكل كبير في مشاركته في العديد من الأفلام العالمية، كان يجسد من خلالها أدوار لشخصيات عربية. من أشهر هذه الأفلام كان الفيلم السياسي سيريانا، واللي أنتج العام 2005 من بطولة جورج كلوني ومات ديمون، واللي مثل فيه صديق دور أمير خليجي، بس الشخصية لكم عليها. وفي نفس العام شارك في الفيلم التاريخي Kingdom of Heaven، واللي يحكي صراع الشرق والغرب ومعارك صلاح الدين. العام 2009 كان أول دور بطولة لألكسندر في فيلم كايرو تايم، من أجمل الأفلام الرومانسية اللي عرفنا على مصر من خلالها بشكل سياحي آخر. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني. أما المشاركة الأشهر خلال السنوات الماضية كانت من بوابة المسلسل الأسطوري Game of Thrones، واللي شارك فيها صديق، وتحديدا في جزءها الخامس اللي جسد فيها شخصية دوران مارتيل. Hi, I'm Alexander Siddig, and I'm really excited to be playing Doran Martell in Game of Thrones. وبكذا خلصنا شخصيتنا الثانية. ما راح أقول لك اعمل لايك أو سبسكرايب، أنك في النهاية أنت اللي خسران، يفوتك مشاهير كثير يا معلم.